السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. يلا نصلي ونسلم على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا بقى مع بعض هوريكم قرية تحفة جميلة جدا. القرية دي جميلة من القرى الطب اللي في الساحل الشمالي على طراز عالي جدا وطراز أوروبي. دي قرية أمواج. زي ما احنا شايفين كده ده مدخل أمواج، حاجة كده خطيرة جدا. بيبقى فيه أمن على مستوى عالي جدا. استحالة حد يخش القرية دي إلا لو طبعا يكون اللي هو الأونر اللي هو صاحب الشاليه، أو لو حد مستأجر. هنا دخلت وكانت الدنيا ليل أول ما وصلت زي ما احنا شايفين كده. حبيت أوريكم كده وصلنا وكانت القعدة جميلة جدا. بصوا بالليل الدنيا هادية جدا جدا زي ما احنا شايفين، وحاجة كده جميلة وهدوء تام زي ما احنا شايفين. وكنت موجودة وقاعدة وصليت الفجر وحبيت أشوف النهار. أول ما قمت بالنهار ابتدينا ننزل على البيسين زي ما احنا شايفين. هوريكم بقى البسينات تحفة جدا جدا، وفي بسينات كتيرة جدا في وسط الشاليهات الجميلة، مع زرع، مع يعني جو هادي هادي جدا. حاجة كده استمتاع، حاجة تريح البال زي ما بيقولوا وتخليكي في مود عالي جدا. وصلت البسين الجميل ده الهادي، قعدنا فيه شوية وابتديت امشي واروح بسين تاني، لان انا كنت عايزة استطلع المنطقة كلها واتفرج على كل حتة في امواج. هي مش اول مرة اروحها، من الاماكن اللي في الساحل اللي روحتها كتير، منطقة هادية جدا. وده بسين تاني زي ما احنا شايفين في منطقة قريبة جدا. وده تالت بسين رحت فيه، وكنت بنتقل من بسين لبسين. كنت بحاول اتفرج واشوف البسينات الجميلة. طبعا ما كانش على يوم واحد، لكن انا حبيت اوريكم كل منطقة البسين بتاعها جميل على مستوى عالي، في ناس جميلة جدا. وكان يوم جميل وقضيت كده فترة حلوة، نوع من الاستجمام. بعدت عن الأكل شوية وحبيت برضو أوريكم فيديو حلو، حاجة كده نستمتع بيها ونشوف مناظر جميلة. نبقى قاعدين مكاننا وبوصلكم في كل حتة زي ما احنا شايفين، زي ما بنخش المطبخ زي ما احنا بنتفرج على الأماكن اللي أنا بروح فيها، على أماكن جميلة ممكن بتسمعي عنها فبتشوفيها معايا في الفيديوهات على الطبيعة. مشيت وقمت من البسين ورحنا منطقة تانية. وأنا ماشية كان عاجبني الخضرة الجميلة جدا، وكنت مستمتعة بيها وكنت بحب ريحة النجيلة قوي. فقررت ان انا امشي شوية على رجلي واتفرج واصور لكم المناطق الجميلة اللي احنا شايفينها. الجو جميل والزرع تحفة. خرجت من البسين وقلت ان انا عايزة اروح البحر، وفي نفس الوقت قلت بدل ما امشي في الشمس ركبنا العربية ومشينا بقى. وحبيت اتجول كده في شوارع قرية امواج، هي جنب العلمين ومارسيليا، ومراسيا سوري. من القرى الجميلة الهادية جدا جدا جدا. مشيت وحبيت وانا ماشية في شوارع امواج اوريكم بقى ايه الشاليهات الجميلة والشوارع قد ايه هادية وقد ايه الدنيا كده رايقة وجميلة. انا طبيعتي بحب كل مكان هادي، انا مش بحب الدوشة، بحب قوي اروح المكان الهادي. احب يعني استمتع بوقتي، لان احنا عايشين في وسط البلد في ضوضاء وضغوط وحاجات كتير. فكان الوقت كده يعني شوية مقرب قبل المغرب بشوية. قررت ان انا اروح البحر واحب اقعد فيه، ويجي الليل عليا وانا قاعدة بستمتع بالبحر جدا جدا جدا. ده الطريق اللي انا كنت ماشية فيه زي ما احنا شايفين، طريق هادي جدا. وعديت على الشاليهات. الشاليهات كلها على فكرة طراز واحد،
لكن بتتميز ان كل يعني منطقة ليها حرف معين، في الدي وفي الاتش وفي الاي زي ما احنا شايفين. بصوا كلها شبه بعض، يعني كلها تقريبا 3 ادوار. فيهم الروف بيبقى جميل جدا، والشوارع كلها شبه بعض وهادية جدا 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 زي ما احنا شايفين. وكنت مستمتعة جدا وانا كده ماشية بتفرج على حتة لا فيها زحمة ولا فيها خناق في العربيات ولا خناق في الركنات، زي ما احنا تعودنا في الفترة الأخيرة من وقتنا. وكان في الطفطف الجميل ده هو اللي كان معدي ده كده جميل جدا، بيبتدي ياخد وينقل سكان القرية. وانهم ينقلوا مثلا اللي عايز يروح البسين، اللي عايز يروح البحر ويكون مثلا ما عندوش العربية او مش حابب ان يركبها. كان الوقت زي ما احنا شايفين يعني حوالي الساعة 6. بصوا الدنيا هادية ازاي، الناس ماشية كده حاجة هادية جدا، واللي عربيات واللي حاطط ابنه وراه، لان في امان بصراحة، ان السواقة هناك بتبقى جميلة قوي وهادية جدا. مشينا زي ما انتوا شايفين وقربت ان انا اخش على منطقة البحر. هناك مش بحر واحد، بيبقى كذا بحر، وكل بحر وليه مميزاته وليه في الدخول طبعا المؤجر او اللي بيكون مالك هناك بيكون ليه باصات معينة وعدد معين للدخول. وكانت الدنيا جميلة وكانت الناس ماشية في هدوء والكل رايح منطقة البحر. بصوا بقى احنا كنا ماشيين كنا بنتجول، يعني احنا ممكن نروح اقرب بحر، بس احنا حبينا نختار بحر ايه هادي، بحر جميل. الرملة بتاعته حلوة. اليوم ده كانت المية جميلة جدا وهادية قوي قوي قوي. ولما رحنا بصراحة استمتعنا بالفترة الجميلة. بصوا بقى هنا ابتديت كده هخش على البحر. جميل قوي 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 قوي. وابتديت اخش هدوء تام. الرملة جميلة جدا زي ما احنا شايفين، ويبصوا معمول منسق، معمول بطريقة جميلة قوي زي ما احنا شايفين كده. وحتى الكراسي اللي فيه بطريقة جميلة، شوزلون جميل قوي بيتحط على كل شمسية. طبعا هي شمسية من الخوص زي ما احنا شايفين. والناس كانت متواجدة وكل واحد في حاله، محدش شاغل باله بأي حد. الدنيا جميلة والسما كانت صافية قوي وكان فيه هدوء، والبحر لونه وريحته وشكله كان جميل جدا. ابتدينا بقى نخش على البحر وهنبتدي نستقر كده في مكان علشان شوية وهننزل المية بقى ونعوم ونبلبط ونقضي أجازة بتاعتنا ونبعد بقى عن المطبخ شوية ونبتدي نستمتع زي ما انتوا شايفين. حاجة جميلة قوي. كانت هنا في شركات راعية للشاطئ، فحاطة حاجات زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اكيد انتوا بقى شايفين دي كده من ضمن الشركات الراعية، كانت شركة وي. حاطة حاجات جميلة قوي للناس تقدر تقعد وتستمتع وتقعد اكبر فترة ممكنة من غير ما تتضايق ابدا. هوريكم بقى شكل البحر جميل ازاي. بصوا دنيا هادية، ناس قاعدة في هدوء تام. بصراحة يعني كان جميل جدا. أنا بستمتع بالبحر قوي، بحس بيه من يعني من الحاجات اللي بتديك الطاقة العالية وباور جميل قوي. بصوا البحر جميل حلو قوي ولون المية جميلة جدا زي ما احنا شايفين. يا جماعة والله حتى لو قعدنا على أي بحر، مش مهم قرية ولا ساحل ولا الكلام ده، على أي بحر بتقعدي بتستمتعي بريحة اليود الجميلة. بصوا ابتدى بقى الغروب ابتدي. شايفين ساعة الغروب كان جميل جدا والدنيا هادية. وقفت بقى بقيت أصور وبقيت مستمتعة جدا 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 بالهدوء. زي ما قلت لكم أنا
بحب بجد المكان اللي فيه الهدوء، اللي ما فيهوش دوشه كتير، اللي ما فيهوش زحمه. بيبتدي كده المود بتاعك بيبقى جميل. ابعدوا كده شويه عن الضوضاء، ابعدوا شويه عن الضغوط، عن المكان الزحمه. في اي مكان، اي مكان ممكن بتروحي فيه بتستمتعي طالما قاعده في مكان هادي، مكان جميل مفيش منه مشكله، مفيش دوشه، مفيش حاجه بتبتدي يعني تبوظ لك اعصابك. لا، اقعدي في المكان الهادي. نصيحة مني. البحر، البحر تحفة، ولا ريحة البحر وريحة اليود الصوت الجميل. كان نفسي، ما كنتش انا قافلة صوت الفيديو، كان نفسي اسمعكم صوت البحر. حاجة كده اكثر من رائعة. بصوا، انا عايزاكم بعينيكم كده تستمتعوا بشكل البحر الجميل والهدوء التام. الشاطئ جميل قوي، الرملة بتاعته جميلة. اليوم ده بقى كانت الموجة هادية جدا جدا جدا، يعني حاجة كده بتقولك يلا انزلي، يلا يعني استمتعوا بالمية. وشاطئ كان جميل قوي، والمية حلوة. ابتدت الغروب، ابتدت السماء تدي لون جميل قوي، وما زال البحر والمية جميلة جميلة بجد، أكثر من رائعة زي ما احنا شايفين. بصوا البحر جميل ازاي، بصوا الموج، حاجة كده هادية، حاجة راكزة، حاجة يعني مفيش فيها مثلا الموج المخيف. لا 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 لا، موجة هادي ومية صافية وبيضة وجميلة بجد. مية الساحل بجد بجد تحفة، يعني حاجة خطيرة. ابتديت بقى ايه ان انا اصور من كل ناحية، اجيب الكاميرا بتاعتي بالطول وبالعرض علشان اوريكم شكل البحر في اي وقت جميل. كل مادة الغروب ابتدى يدخل علينا زي ما احنا شايفين كده، والبحر بجد جميل جميل جميل. وقعدت كده مع نفسي، حاجة خيال، حاجة تنسيكي أي ضغوط، أي وجع دماغ، أي صداع، أي مشاكل، أي حد مضايقك. هي ما بقتش مستاهلة أساسا. أما تتضايقي اهربي وروحي على البحر، واقعدي قدام أي شاطئ قريب منك وعيشي كده، وارمي أي حاجة وراكي، ارمي الناس اللي مضايقاكي من وراكي. ما تفتكريش إلا البحر الجميل والنعمة الجميلة اللي ربنا وهبها لينا في الأرض واداها لنا علشان نقعد قدامها سوري، ونرمي كل حاجة بتضايقنا. حاجة كانت جميلة وتحفة. وابتديت ايه بقى وانا قاعدة كده، يعني انا تكيت قوي على تصوير البحر لانه بجد بجد خطير زي ما احنا شايفين. يعني اللي ما راحش البحر ادي راح معايا واستمتع وشاف اجمل منظر للبحر في الساحل الشمالي في قرية امواج. وابتديت بقى ايه ان انا قررت خلاص، الليل دخل عليا وانا قاعدة على فكرة، والدنيا ضلمت اكتر من كده. بصوا انا سايبالكم، ما زلت سايبالكم المنظر الجميل الخطير ده. وروحت طبعا وريحت وصليت الفجر، والنهار ابتدى يشقشق، وحبيت اوريكم المنظر الجميل. والنهار بيطلع حاجة رائعة، ريحة الخضرة بجد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا فعلا استمتعت بالمناظر الجميلة، بالبعد عن أي ضغوط. ايا كان المكان، مش يعني بالمكان الحلو او المكان، ايا كان اي مكان هتروحي فيه هتحسي باستمتاع. ويا ربي اللي شاف الفيديو واستمتع معايا ما ينسانيش باللايك والشير ومفعل الجرس على كلمة الكل عشان ينزل لنا كل فيديوهاتي الجديدة. وان شاء الله اي مكان هروح فيه اكيد هتبقوا معايا، واخليكم تستمتعوا بأي مكان علشان أنا بحب متابعين أكلاتي عزة حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.